الاقاليم. لا والله انا اكتشفت ان انا ما ببيعش في الاقاليم، انا ببيع في القاهره بس، مثلا في الجيزه، او ببيع في المنطقه المحيطه. خلاص يبقى ده معناه ان انا محتاج اوفر حد عنده موتوسيكل علشان يبدا يوزع لي حاجه بتاعتي مثلا في المنطقه اللي قريب مني، مش محتاج شركه شحن كبير. فالتفصيله اللي زي كده دي تفصيله مهمه جدا، لازم يبقى عندنا توقعات المنتج القادم. الحاجه اللي بعد كده هي الريتيل برايس، السعر بتاع البيع. سعر البيع ده من الحاجات اللي هو ناس كتيره جدا بتقع فيها، وكنا اتكلمنا في السيشن اللي فاتت على الحلقات بتاعه التسعير، فتقدر ترجع ليها. ولكن هنا الريتيل برايس ده او التسعير بتاعنا مهم جدا، لان هو ده السعر النهائي اللي العميل بيشتري بيه. فالسعر ده لازم تبقى عارف مثلا الكاك بتاعه كام، ولازم تبقى عارف كمان هو اتصرف عليه، او كل كامبين كامله اتصرف عليها ارقام عامله ازاي، وانا المتجر بتاعي مصاريفه كام علشان اقدر اخرج سعر كويس. فمثلا لو المنتج بيكلفنا 50 ريال وبنبيعه ب 100، لما احنا اتكلمنا عن البيزك برايس ان احنا نصعب الطريقه الاساسيه، بيكلفنا 100، بيكلفنا 100 جنيه او 100 ريال، وبعناه ب 200، كده يبقى احنا كسبانين في 200.